لو باعوا فرخه هتاخد عموله. دي جمله غناها عمرو دياب في فيلم ايس كريم في جليم، عبرت بيها عن حاله كسيف بطل الفيلم وعن حالنا بره في الواقع. سيف اللي كان سلعه وبيبيعوا ويشتروا فيه زي ما هم عايزين. زمانك دلوقتي بتقول لي انت كبرت الموضوع، سلعه ايه وتحديد سعر ايه؟ ده فيلم عادي ومش محتاج تحليل. بص انا عارف ان الفيلم ده في ناس بتحبه قوي وناس ما بتقبلوش خالص، بس سواء حبيته او لا، سيف في الفيلم كان بيعبر عني وعنك في حاجات كتيرة زي العمولة والبحث عن فرص والأحلام المتأخرة، وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. البداية مع سيف وهو بيحتفل بعيد ميلاده ال27، وبعد ما احتفلوا وفرحوا عيد الميلاد قلب بنكد. ليه؟ كل واحد افتكر أحلامه اللي لسه ما اتحققتش لحد النهاردة. بين واحد تالت مرة يقدم على فيزا استراليا ويترفض، وسيف يقول 27 سنة وانا نفسي ابقى حاجة، وكل يوم يجي بكرة واقول بكرة واجل أحلامي شوية، وفي الآخر أحس إنها سراب وعمرها ما هتتحقق. وفي الحقيقة أنا كمان سيف، انا كمان عندي 28 سنه ولسه ما حققتش حاجه، وانت كمان ممكن تكون سيف. وده واحد من المشاهد اللي بسببها انا عملت الحلقه دي. وفي وسط حزن سيف على احلامه المتاجله، واحد من صحابه يقول له انت دانا، عارف يعني ايه دانا يا سيف؟ الصدفه اوقات بيكون فيها اكتر من لؤلؤه، ولو في صدفه فيها لؤلؤه واحده بس كبيره بيكون اسمها دانا. طب ايه اللي مانع سيف من تحقيق احلامه؟ الاجابه سيف مش فاشل، سيف بيتباع. مشى رحله ما كانش المفروض يمشيها، بدات من اول ما جه من اسكندريه للقاهره عشان يغني ويحقق حلمه، وقابل زيكو اللي هيعامله كسلعه ويحاسبه بالعموله. سيف يبيع شرايط افلام لزيكو، يبيع البيعه وياخد حسنته. نظام العموله اللي لسه في ناس بتتحاسب بيه لحد النهارده. انت بعت بكام وليك عمولتك، بعت هتقبض، ما بعتش كل سنه وانت طيب. ولو قلت انا عايز زياده على مرتبي هيتقالك لو مش عاجبك في 1000 غيرك بره مش لاقيين شغل. وده نفس اللي حصل بين سيف وزيكو لما سيف قرر ان عايز يرفع نسبته ل1.5%. زيكو رفض وقال له 1 بس، وانت يعني عشان حرك هتسوق فيها؟ في 1000 غيرك يتمنوا الشغلانه دي. سيف قال له انا مش بس حرك، انا ما بسرقش، ودي ميزه. زيكو ما اداش اهتمام لصدقه وامانته، المهم الشرايط تتباع. الحوار ده وضح ازاي زيكو شايف سيف، او اي صاحب شغل بيشوف الموظف اللي شغال معاه. انت موظف، سلعه ابيع واشتري فيك. زيكو مش بس شايف سيف كده، كمان البنات اللي بيكتشفهم عشان ينتج ليهم اغاني بيشوفهم سلعه. زي ما زيكو عمل مع آية، قال لها انت صوتك حلو عشان جت على مزاجه، ولما حاول ياخد منها اللي هو عايزه ورفضت قال لها صوتك وحش. تاجر والتجاره شطاره يا ناس. وخرجت من المكتب بسرعه وهي بتصرخ وتعيط، وشافت حلمها بيتهد قدامها، وقالت انا هفضل طول عمري بياعة جاتوه. بس سيف له راي تاني وقال لها ما تخليش الراجل ده يعقدك، بيعي جاتوه، بيعي بطاطا بس غني. زيكو بيعمل معاهم كده ليه؟ عشان هو مش صفوه، الراجل الغني اللي معاه فلوس وبيقبضهم. زيكو بيمثل الرأسمالية، البطلة الحقيقية للفيلم اللي غنى لها سيف وقال لك عليها بآلة الأمانة ونصح السروجي عاملين لي شركة في مشروع بوتيك، ونادوا لعبد الفرارجي يشاركهم فرد الطلاقة ما بحبش انا راجل ما بحبش عبد الفرارجي الغني اللي معاه فلوس. الرأسمالية واللي بتبص على الإنسان من بره ومن شكله، زي بتلبس ايه ومعاك ايه، عارف مين ومين شلتك، والفلوس يعني النفوذ. الفيلم ده بيفتح عينيك على النظام المالي الجديد في العالم وقتها، واللي سيف قالك عليه لو باعوا فرخة هتاخد عمولة. في وقت ما كان سيف بيوزع شرايط لزيكو، طلعوا عليه شباب سرقوا الموتوسيكل والفلوس والشرايط. ولما راح لزيكو البار وهو مضروب في وشه وعرفه اللي حصل، ما قالوش حتى الف سلامه، مضاه على وصل امانه بكل اللي ضاع منه. ولما رفض سيف قال له يا تمضي يا بهدلك قدام الناس، وبعدين ما انت هتشتغل بيهم، هو انا يعني هاخدهم منك؟ سيف كان فاكر زيكو بني ادم وعنده ضمير ويقول له بقى ده جزاء اخلاصي ليك طول السنين دي. زيكو ما ردش ولا ادى اهتمام للي حصل. نفس المشهد بيتكرر في البار، هو نفس المشهد اللي اتكرر في مكتب زيكو لما سيف قرر انه يرفع عمولته وقال انه امين، بردك زيكو اتجاهله، وكأن زيكو هنا بيتجاهل كل المبادئ. خسارة حادثة زي دي هي خسارة مباشرة لزيكو، الموتوسيكل والفلوس والشرايط كلهم ملكه، وكده سيف بينقص من ثروته، والمفروض عليه انه يزود الثروة وتفضل المصلحة دايرة. نظرة زيكو لسيف هي نفس نظرة نبيلة لسيف بردك، اللي عزمت سيف على الحفله عشان تغيظ بيه صاحبها اللي سابها ومشى مع صاحبتها. سيف بردك سلعه، شاب ظروفه صعبه، وكل ما يحاول الناس شايفاه سلعه. هيعيش ازاي ويحقق ايه؟ ده غير كمان دريه خطيبته اللي بتشتغل في محل بيع برفانات واتعرفت على راجل غني، ولما ضاقت الحياه الحلوه معاه في الخروجات والاكل قالت لك هو ده اللي انا عايزاه ويطلعني من الفقر.
درية رافضة على حالها من وقت ما اتعرفت على سيف، وهي كل ما تشوفه بترمي كلام من تحت لتحت، زي لما سألها الاكسسوار ده مصري قالت له لا من كوريا. سيف قال لها كوريا دي غريبة بتعمل حاجات، انا مرة شفت تلفزيون قد كف الايد، عشان ترمي الكلام وتقول له اصلهم شطار الدور والباقي علينا. بس ده طبعها، هي مش بس باعت سيف، هي كمان بتستعار من امها عشان بتشتغل في تنظيف الحمامات، اللي هو انا عايز اعيش حياة فيها كل حاجة حلوة، عايزة حب سيف وفلوس الراجل الغني اللي اتعرفت عليه، بس بسبب قلة اصلها مش هتاخد كل حاجة، وهنعرف عنها اكتر قدام مع نهاية رحلة سيف. وفي وسط كل ده سيف بيدخل السجن ويتعرف على شاب اسمه نور، ويطلع شعاع امل لسيف وسط العتمة. وفي حاجة غريبة حصلت، زيكو طلع سيف من السجن، بس ايه الحنية دي؟ زيكو لسه زي ما هو بيعامل سيف على انه سلعة، هو بس خرجه عشان في فيلم لعادل امام جديد نازل، وفي عندنا كام شريط لاميتاب باتشان، او تقريبا اسمه اميتاب باتشان، انا مش عارف اسمه الصح يعني في مكسب جاي، ليه نوقفه؟ سيف اتعرف على نور وشاف فئة جديدة من المجتمع، نور شاعر ناصري وسيف بيغني وناقصهم ملحن عشان يروحوا لعم زرياب، راجل شكله غريب من شكله لريحته، عايش في الشارع بيعزف على العود والناس تديله اللي يقدروا عليه، فنان من جوه بس من بره مش لاقي ياكل، واخر الليل يروح يسكر لحد ما يفقد الوعي وينسى الدنيا. ولما جاله سيف ونور عشان يلحنوا الكلام مفيش افكار راضيه تطلع، الصدى ملاه من جوه وخلاه فاضي، بس اللي غيره لما شاف ايه بنته بتشتغل في محل نجف وقف قدامها وعيط، وده كان موقف رجعه للحياه بعد ما كان شبه ميت، ولحن ليهم اغنيه رصيف نمره 5. دلوقتي معانا اغنيه هنغنيها فين والمين، وطالما القنوات الرسميه والتجاريه مقفوله في وشنا يبقى مفيش غير الشارع، ونغني للناس ومفيش حد يمنعنا. وبعد ما غنوا حصل اللي ما كانش متوقع، دخلوا السجن لانهم خرجوا بره الاطار اللي كان المفروض يمشوا فيه. وبعد ما دخلوا السجن سيف ونور اتخانقوا على مين اللي جابنا هنا، نور اللي كتب ولا سيف اللي غنى. سيف كان نفسه يغني عن نفسه، عن حاجات تخصه يمكن تكون بسيطه او تافهه، عايز يبقى هو سيف الشاب البسيط اللي بياكل ايس كريم في الشتاء. ودي تهمه سيف من اول الفيلم، انه عايز يبقى نفسه مش عايز يكون زي الناس. ويخرجوا من السجن وبعدها هيلاقوا نص فرصه. نور شاف اعلان لمهرجان غنائي للمعاقين، بس سيف وفرقته مش كده، بس قرروا يتنكروا على هيئه فرقه معاقين عشان يغنوا وصوتهم يوصل للناس. ويروح سيف ويغني ويقول اديني عقلك اغني ازاي، كل اللي عندي اهات في اهات. ويكمل ويقول لك يا معوقين الدنيا اتحدوا، الكون كان مشاع في البدايات. واللي غناه سيف لخص حياته اللي عاشها، وبيقول لك انت عايزني اغني ازاي، عايزني احلم واعيش ازاي وانا كل اللي عندي اهات ووجع. بس قال لك في شعاع من الامل، ما الكون ده بحجمه بعظمته في البدايه كان شعاع، يعني الامل موجود، بس هي مجرد خطوه، خد خطوه حتى لو بسيطه. عشان كده اتنكر في فرقه معاقين، وهو عاوز يقول لك ان حتى لو القيود مفروضه علينا نروح للنجاح من الباب الخلفي. وفي نهايه النص فرصه هيلاقوا فرصه. زيكو شاف سيف وفرقته في المهرجان وقرر انه ينتج ليهم ألبوم يكملوا في كتبتهم على الناس. نور كان رافض عرض زيكو لان كده شايف ان هو بيستغلهم زي البودره واحمر الشفايف. المبدأ عند زيكو لسه موجود، شاف الفرقه دي مكسب فقال لك استغلهم او احلبهم. خلال تحضيرات الحفله واحد من صحاب زيكو بيسال سيف ماركه بنطلونك ايه. سيف استغرب من الكلام، والراجل رد عليه وقال له شكلك يهم الناس، بتاكل ايه بتلبس ايه. فسيف بيساله طب وفني؟ قال له فنك ده يجي بعدين بعد ما اكل. بعد ما الدنيا ضحكت لمجموعه الشباب عم زرياب مات، بس قبل ما يموت قال كلام غريب جدا، او يمكن يكون ده اعتراف. قال لك مش مهم انا اشتراكي او راديكالي او حتى بتنجاني، مش مهم اي ايديولوجيه، المهم كلمه واحده بس، نطلع لقدام. موته في الفيلم هو موت الافكار والايديولوجيات اللي بنصنف نفسنا بيها، وده اللي بيأخرنا ويعطلنا اننا نشتغل، والحل اننا لازم نطلع لقدام مهما كان الوضع. سيف بقى عامل زي لاعب البيانو المحترف، عرف يلعب على النظام باحتراف وفهم اللعبه، مفيش فرص نلف من الباب الخلفي، وتبدأ حياته تتغير من السلعة لتحقيق الأحلام. ونبدأ بأول حلم اتحقق، ببنت كانت بتطلع له في الاحلام سايبه شعرها وخمريه ومش عارف هي مين ولا عمره قابلها، وكانت بتاكل ايس كريم، وكل ما يمشي في شوارع اسكندريه ويدور عليها ما كانش عارف يوصل لها. وفي اخر الفيلم وهو رايح الحفله قابلها، وطلعت هي نفس البنت بنفس ملامح، وكمان كانت بتاكل ايس كريم، نفس اللي حلم بيه بالظبط. وده يديك الامل في الحياه اللي مش باين لها ملامح، ان ايوه الاحلام بتتحقق. البنت ظهرت في الوقت اللي سيف فيه خلاص بيحقق ذاته، وكأن البنت والحلم كانوا رمز الأحلام اللي بتتحقق. وكمان حق سيف من درية خطيبته رجع لحد عنده لما رجعت له بعد جوزها ما مات، وكانت عايزة ترجع لسيف، وقالت له إنها ما غلطتش لما قررت إنها تعيش كويس. درية كانت فاكرة إن الفلوس ممكن تحميها أو تأمن مستقبلها، وبعد ما وصلت لده رجعت تدور على سيف، رجعت تدور على الحب اللي كان موجود مع سيف. بس تفيد بإيه يا ندم؟ سيف قال لها أنت عارفة أنت بقيتي إيه؟ أقدم مهنة في التاريخ.
التاريخ. وربنا عوض سيف بآية اللي كانت مخلصة له أكتر من درية، ونعرف إن الأحلام ممكن تتأخر، وأوقات بتحتاج إن أنت تكسر قواعد اللعبة عشان توصل لحلمك. بعد ما سيف عرف نبوءة النظام المالي الجديد بلو باعوا فرخة هتاخد عمولة، استخدم النظام ده كسلم عشان يحقق بيه حلمه. بعد ما وافق على عرض زيكو إنهم يغنوا على إنهم فرقة معاقين، ولما الحفلة بدأت شربوه المقلب، رموا العكازات والنضارات. والفكرة إن الأمل موجود، مش مهم الأيديولوجية أو النظام المالي أو العمولة اللي مش عايزة تدينا فرصة، بس هتيجي وأكيد جاية. المهم إننا نتقدم وناخد خطوة ولو بسيطة. سيف دور على باب خلفي عشان يحقق بيه نجاح، وعمل نفسه معاق، بس الإعاقة كانت موجودة في طريقة توزيع الفرص اللي سيف ما كانش له نصيب فيها، فقرر إنه يتنكر. هما بس كانوا عاوزين شعاع النور ويقولوا للناس إحنا مش كده. أغاني الفيلم وصلت الإحساس ده. في يا معوقين الدنيا اتحدوا، الكون كان مشاع في البدايات، وفي أغنية تانية ولا حد عارف منين الفرج. ودي كانت نهاية الحلقة من برنامج سينما ميرا، وأنا محمد ميرا. لو عجبتك الحلقة اشترك على القناة واعمل لايك على الفيديو، وعلى ما نتقابل في حلقة جديدة ممكن تتفرج على الحلقة اللي فاتت تحليل فيلم الفرح. هسيب لك الرابط بتاعها في الجنب، يا هنا يا هنا، انا مش عارف لسه هتبقى فين يعني. وسلام.